السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل النهارده فطار. فتة. فتة بصي تحفة يعني. انا بحب اعمل بطاطس الرفيعة دي فوق منها كده بتدي طعم تحفة يعني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. عندي تكاية كده في اللحمة، لو هي مش بتستوي منك بسرعة او انت مستعجلة عليها تعالى اوريكي بعمل ايه. انا بحطها في الحلة، ده شوية ورق راولي ودي بصلاية كده بعد ما نزلت ميتها، وهحط لها ميه سخنه دلوقتي. بس هوريكي بقى انا بحط لها ايه عشان يسرع التسويه بتاعتها. ده نقى البلح اللي احنا التمر يعني. ببقى شايله عندي شويه كده وبحط مع كل كيلو تقريبا 3 وحدات كده ولا حاجه، بيسوي لي اللحمه بسرعه. ويا سلام بقى لو غليتيها بالليل الشوربه دي كده وشيلتي الريم من عليها، مهم قوي تشيلي الريم، وطفيتي عليها مثلا وقمتي الصبح كملتيها، مش هتاخد نص ساعه على النار. الحله دي اللي انا كنت عملت فيها المرطه امبارح، طالما عملت فيها المرطه امبارح مش ممكن اغسلها، لازم استفاد بالسمنه الفلاحي اللي فيها دي كلها. نزلت هنا بالرز على الحله وعلى حته سمنه كده وشويه زيت عشان الرز يطلع مفرفر. والرز بتاع الفته انا بحب احط له ملح، ملح وفلفل اسمر، يعني فلفل اسمر عموما مش بيتحط للرز الابيض، بس انا بحطه في الفته. معايا هنا عيش بلدي عادي خالص بفتحه كده علشان انا محتاجه ان هو يبقى خفيف. دول معلقتين مرطه من اللي انا برضو كنت لسه عاملاها امبارح. باحط معلقتين كده من المرطة وابتدي يعني امسحها في العيش كله زي ما انت شايفه كده. وادخلها الفرن، العيش ده بيطلع تحفه تحفه يعني، ممكن مثلا تاكلوه كده من طعمه. بطاطس انا ببقى مقطعها رفيع جدا جدا وبقليها على اخر وقت. هنا معايا برضو حطيت حته سمنه كده عشان انا هعمل الدقه بتاعت الفته. حمرت الثوم، وبعد ما اتحمر حطيت الخل، وبعدين بالم الايدام بتاع الشوربه كده عشان لما نيجي نشرب، طبعا انا لسه هسخنها، لما نيجي نشرب ما يبقاش فيها ايدام. بس اهم حاجه ان احنا نلم الايدام وهو لسه يعني قبل ما تسخن. انا عندي طريقه مختلفه شويه في الفته، بحب احط العيش واحط شويه رز، وبعدين ابتدي اقلب العيش في الرز الطبقه اللي تحت. طبعا بسقيها بشويه شوربه وبحط من الدقه اللي انا عاملاها دي شويه كده. الخل والثوم بتدي طعم تحفه. العيش طبعا بيطرى مع اللي انا بعمله ده. وبعد كده احط طبقه رز من فوق والبطاطس واللحمه طبعا عليها، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتكون الاكله خفيفه كده وعجبتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله، ما تنسونيش في اللايك. باي باي.